شروط المصلح. طلع معنا 10 شروط. أولا إخلاص العمل، ثانيا السمعة الحسنة والطيبة، ثالثا الوجاهة، العلم بأحكام الصلح، العلم بالعرف، الصبر والحلم، القدرة على الإلقاء، القدرة على إدارة المجلس، الحياد والكتمان. أول مرحلة إنشاء التصور. إنشاء التصور، مو أي واحد يدق عليك الدار ويقول لك تعال الحق والله صارت مشكلة بتروح. طيب بتروح وأنت ما بتعرف شيء، ممكن في المجلس زدت لك كلمة بتخرب الدنيا. فلذلك أول شيء شو لازم تعمل؟ إنشاء التصور. فلان ابن مين، شو عمل، من أي عشيرة، من أي قبيلة، وين كان في المحرر. إذا أردت أن تبين الحق وهو أمر شرعي، ربما أحيانا تواجهك بعض الصعاب وربما نصل إلى إفساد الصلح. الحيادية بالنسبة لك كمصلح الآن ضمن هذه المؤسسة، ضمن هذا المجلس، تحتاج إلى ضبط فوق الذي ذكره الشيخ جزاه الله خيرا، وإلى شيء من التعديل كذلك. الآن إخواننا في الإجابة، موضوع الحيادية تعطيك كامل المصداقية مع نفسك، مع الذين تصلح بينهم. إن لم تتحقق هذه فستفقد في الدرجة الأولى مكانتك في المجتمع، مصداقيتك بين الناس، وسوف تكون تأخذ منحى الإفساد أكثر من الإصلاح.